مرة تانية، ويا رب احفظ مصر. كلمة عظيمة من شخص عظيم لا يحمل بداخله إلا كل الحب لهذا البلد. والله يولي من يصلح. فعلا دي رغبتنا جميعا، وقد ايه همه مصلحة البلد. يمكن من ضمن الحاجات اللي شفناها من سيادة المشير الفترة اللي فاتت، وكانت من أحلى الحاجات اللي شفناها، خلانا قربنا أكتر من شبابنا الواعي، الشباب اللي عنده طاقات وأفكار. الشباب مش اللي هو قاعد قدام الفيسبوك ولا النت فقط، لا، شباب كمان اللي عنده أفكار وبينجز. وقد ايه انبهرنا بيهم. شفنا عدد كبير في الأول ولحد ما وصلنا ل10 من أهم الأفكار اللي احنا يعني منبهرين ازاي الشباب ده، منهم من 16 سنة ومنهم 30 ومنهم 20، منهم اللي جه من بره مصر مخصوص علشان ينضم لفكرة سيادة المشير. قد ايه احنا بنشكرك علشان خلتنا قربنا من شبابنا وعرفنا ان احنا عندنا شباب حلو. قد ايه شايل حلو لمصر الحلوه بكره. خلينا نرحب بضيف فقرتنا النهارده المهندس مهندس احمد سعيد، صاحب فكره ترشيد استخدام الكهرباء وكمان مشكله الدعم. برحب بيك يا باشمهندس واهلا بيك معانا. قول لي حضرتك، قابلت سياده المشير برضه، احساسك ايه وانت شايفه دلوقتي كمان بيتكلم وقد ايه شايف حبه للبلد؟ انا نقدر نقول يعني من خلال الكلمتين اللي انا اتكلمتهم مع المشير، الراجل ده صادق، الابتسامة ما بتفرقش وجهه، عنده ثقة كبيرة جدا 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 في الشعب المصري، يمكن أكتر من بعضنا في الثقة دي. بيشتغل، عنده أهم حاجة، عنده العمل، عنده أهم حاجة الكفاءة. في خلال اللقاء بتاعنا في لقائه مع الشباب كان بيتكلم عن الأخلاق، عن الوعي، ازاي الواحد ما يسلمش دماغه لحد تاني، ازاي الواحد يفكر في الكلام اللي بيتقال له. بيتكلم على الصدق، راجل بيتكلم على الامل، بيتكلم على الاخلاق، بيتكلم عن حاجات بيحاول ينميها تاني. احنا افتقدناها كتير جدا في الفتره الاخيره. من اول 2011 ابتدت الدنيا تبوظ شويه. هو بيتكلم ان هو ان شاء الله تتصلح، وان شاء الله هتتصلح. يعني انا ما بقول له ربنا يقدر حضرتك، فرد عليا قال لي ان شاء الله هنقدر، ان شاء الله هنقدر. ديت يعني بثت لي انا شخصيا الامل. قربنا اكتر لفكره حضرتك، جات لك ازاي؟ انت بتشتغل ايه؟ عندك كام سنه؟ خلينا نعرفك الاول وقول لنا فكره حضرتك. انا بدايه بس، احنا الموضوع كله كان عن طريق الموقع الالكتروني لحمله السيد المشير عبد الفتاح السيسي. عن طريق لجنه الشباب عملوا مسابقه اسمها او مبادره اسمها مبادره فكرتي. من خلال 10 مجالات كان ابتدوا ان هم يستقبلوا افكار الشباب. الافكار ديت كان ليها شروط محدده ان احنا نقدر، او مسطره يبتدوا يقيسوا عليها مدى جوده الافكار دي ومدى امكانيه تطبيقها. ابتدوا ياخدوا ويصفوا، يعملوا فيرست سكاننج، بيشيلوا بعض الافكار، في افكار طبعا جديه وفي افكار لا. ابتدوا ياخدوا لغايه لما خدوا 30. طب هو كم عدد الافكار بالاساس اللي اتقدمت؟ عدد الافكار اساسا كان 838 فكره. أكبر عدد من الأفكار كان موجود في التعليم، ولكن طبعا بيبقى في بعض الأفكار مش مقترح كامل أو حل كامل. بيبقى في مثلا مشكلة التعليم اعمل كذا، فده طبعا كان بيستبعد في الأول. باشمهندس، خليني بس يعني أفهم من حضرتك، هل هي كانت أفكار فقط مش اختراعات؟ يعني البعض كان فاهم إنها اختراعات، لكن واضح إنها أفكار قابلة للتنفيذ والإصلاح. بعض الأفكار تشتمل اختراعات. يعني لو جينا نقول مثلا المنظومة الأمنية، الناس الشباب بسم الله ما شاء الله هم في رابعة كلية هندسة، اشتغلوا على طيارة بدون طيار لحل المشكلة الأمنية في جزء معين. تقريبا ده كان الاختراع الموجود الوحيد. يعني في ناس بتتكلم مثلا على حل أو إعادة تدوير القمامة بطريقة معينة. ففي بعضها اختراعات وفي بعضها مثلا يعني أفكار. أفكار. بالنسبة مثلا للموضوع اللي أنا اشتغلت عليه كان مشكلة ترشيد الكهرباء والدعم. فطبعا ده ما فيهوش اختراعات يعني، لكن احنا بنقدر، او انا اشتغلت عليه عن طريق الارقام من طريق الموازنه العامه ل 2013 2014. وابتدى التقييم بتاعنا، طبعا احنا كنا 3 في المجال. ابتديت ان انا اشرح الفكره بتاعتي. كان في 4 محكمين طبعا دكاتره وفي منهم ضابط سابق في القوات المسلحه. ناس طبعا على مستوى عالي جدا بسم الله ما شاء الله عليهم. يعني ابتدوا يناقشونا في الافكار جزء جزء. يعني الموضوع ما جاش كده هباء، لا. دكتور حازم عبد العظيم الصراحه امين لجنه الشباب في حمله المشير،
عمل مجهود كبير جدا. كان في استاذ محمد صرفي، انا عشان يتاخد بس صورتي كان مكلمني الساعه 1 بالليل، بعت لي العربيه الساعه 1 بالليل عشان يصورني، عشان تاني يوم اروح اقابل المشير. الناس فعلا ما كانتش بتنام عشان يقدروا يطلعوا او ينجزوا الموضوع دوت في خلال اسبوعين بس. يقدروا يطلعوا فعلا افكار قابله للتطبيق. ابتديت نشتغل على الموضوع بتاعي عن طريق ان انا الدعم، ان انا ازاي اوصل الدعم، الكلمه اللي احنا بنسمعها دايما في الاعلام ديت، ان احنا ازاي نوصل الدعم للمستحقين. ازاي احول المواطن من مواطن استهلاكي متعود على كده، كلنا المصريين كلنا متعودين على كده، مستني دايما الدوله تساعده، لمواطن متعاون مع الدوله، يبتدي يتحرك شويه يتعاون مع الدوله مقابل تحفيز من الدوله، بعد كده يبتدي يتحول للمواطن المنتج. الفكره كلها ان انا بتعامل على اساس تحويل الدعم الموجود حالي. لو احنا بنتكلم مثلا على دعم البطاقات او السلع التموينيه، احنا بنتكلم على حوالي 32 مليار جنيه دعم في السلع التموينيه. اللي هو الدعم النقدي، يعني تحويل الدعم النقدي. لا، انا الدعم اللي انا بشتغل عليه عن طريق البوينتس، طريقه معينه ليها حساب البوينتس، ممكن اذكرها في يعني خلينا في تسلسل الافكار انا هقولها لكم. ابتدى احنا بنتكلم في 32 مليار دعم المواد او السلع التموينيه، في جزء منها اللي هو 22 مليار تقريبا بيوصل لدعم الخبز، والباقي بيروح لدعم السلع التموينيه اللي هو الزيت والسكر وكده. بغض النظر عن رداءة المنتج، في ناس طبعا بتستهلكه وفي ناس ما بتستهلكوش. بنتكلم في عندنا 66.6 مليون مواطن عندهم داخلين في نظام الدعم اللي موجود حاليا في بطاقات، اللي هي بطاقه الدعم اللي هي بطاقه دعم الاسره اللي هي الخضراء. حوالي 17 مليون وشويه بطاقه. طبعا في بطاقات فرد 2 3 حسب عدد اللي داخلين في البطاقه الواحده. في ناس دخلت ولسه ما بتصرفش. الفكره بتاعتي ان انا هنوسع، انا هدخل الناس كلها فوق 5 سنين، كل اللي فوق 5 سنين هيبتدي ينزل له البوينتس بتاعته. احنا بنتكلم على حوالي 8 مليون مصري في الخارج، في منهم نسبه كبيره جدا ليهم بطايق. اللي بيستفيد بالبطايق ديت في الاول وفي الاخر الناس، تاجر التموين اللي احنا بنروح نجيب من عنده التموين. ازاي؟ بيجي مثلا احنا بنتكلم على السكر بيتباع بجنيه وربع، المواطن بياخده بجنيه وربع في التموين، بياخده منه وبيبيعه بحوالي 3 جنيه ونص او ب4 جنيه حسب ضغط السوق، وفي يعني في ضغط على السكر ولا ما فيش، من 3 ونص ل4. يعني ربح كبير جدا. ده ما بياخدوش المواطن، لا ده هو حتى لما بيبيعوا البقال التموين تاني بيبيعوا ب2 جنيه، يعني بياخد المواطن بياخد فيه 75 قرش في الكيس. تمام. التاني لا بياخد مبلغ. لو بنتكلم في الزيت، المواطن بيدفع 3 جنيه في ازازه الزيت. طب باشمهندس احمد، يعني تعالى يعني نطلع من التفاصيل الصغيره، دخلني لفكرتك، انت عملت ايه علشان ده ما يحصلش؟ انا هقول لحضرتك عشان البقال الصغير ما ياخدش. انا لازم الجزء ده لازم يوصل عشان نعرف الهدر بيروح فين. عشان نعرف الهدر بيروح فين فنقدر نواجه الموضوع من تحت مش من فوق. الخبز نفس الشيء، بيتحط علف حيواني بالظبط. ده الخبز الكامل. والتاني الدقيق الاسمر بيتباع للمخابز اللي هي الغير مرخصه، مع ان ده ممنوع. طب بغض النظر بقى ان ممنوع، لكن احنا بنتكلم فيما يحدث على ارض الواقع. الفكره كلها ان انا مش هخلي بقال تمويني ومش هخلي مخبز تشتري منه العيش. انا هخلي حضرتك ببطاقه الدعم تروحي مع اي واحد او اي سوبر ماركت متعاقد مع وزاره التموين عشان تجيبي منه ببطاقه الدعم دي. هتحطي بطاقه الدعم، هتدفعي للتاجر الهامش الربح بتاعه سواء جنيه او جنيه ونص او 75 ايا ما كان المبلغ اللي هيتم الاتفاق عليه، والباقي هيتخصم من البوينتس. فبدل ما الفرد بيدفع 18 جنيه شهريا عشان ياخد الدعم بتاعه المواد السلع التموينيه مع رضائتها، لا ده هيدفع جنيه واحد في ازازه الزيت، هيدفع جنيه واحد في السكر، وياخد الكميه اللي عايزها. مش بس كده، ده هو هياخد اللي هو عايزه. يعني انا مش هروح انا باخد ليا سكر 2 كيلو، ليا زيت مش عارف كيلو ونص، انا لازم اخدهم كل شهر، واللي مش عايزه بسيبه. لا، انا هاخد اللي انا عايزه. لو انا عايز زيت الشهر ده هاخد زيت، مع العلم باي كميه هتتخصم من النقط اللي فوق النقط، او لو خلصت النقط المحدده ليكي كدعم من الدوله ليكي في الشهر، تبتدي تدفعي السعر بتاعها عادي خالص. يعني احنا بنتكلم لو ازازه الزيت ب 12 جنيه فالدوله هتحسبها ب 10 جنيه داخل بطاقه التموين، هتدفعي جنيه للبقال وال9 جنيه هيتخصموا من البوينت ببوينتس معينه. ال9 جنيه هيتحولوا لبوينتس ويتخصموا من البوينتس اللي ليا مثلا 10 ازايز، ده اللي نازل في البوينتس بتاعتي في التموين. ممكن بقى انا استهلكت اكتر من ال10 هتدفعي ثمنهم عادي خالص. هدفع ثمن ال11 ده، هتدفعي ثمن ال11. استهلكت اقل 9
خلاص هتضاف البوينتس لي دي موجوده حاجه عندك، تانية، سلعه تانية اللي مثلا. انت عايزاه، سلعه هدفع ثانيه. ثمن ال 11 بتكلفه اقل من سعر السوق بره وسعر لا السوبر لا ماركت لا، بره. اللي السعر بره عادي هتبقى خالص، بسعر هي ب طبيعي. 12 هتاخدها ب 12 زي ما هي. هو بيديلك على اللي انت عندك، طول ما انت عندك البوينتس طول ما انت عندك خصم. وبكده هنعرف ايه السلعه الرديئه وايه السلعه الكويسه كده. اللي انا بنزلها صح هو محتاجها، بالظبط. او ان انا بنزلها هو مش هياخدها. ده غير جوده المنتج. فترجع يعني انا بالظبط. بتكلم على ازازه زيت ب 12 جنيه، انضف زيت في السوق، تمام، هو هيروح ياخدها. طب انا مش عايز سكر الشهر ده، انا موفر البوينتس بتاعت السكر، هاخد بيها زيت، هستبدلها بسلعه حق تاني. لي كتير. يعني انا يعني بالنسبه كل ما صايمين، المستوى المسيحيين الاجتماعي صايمين. المستوى الاجتماعي كل ما بيقل، كمان غير بقى صيام المسيحيين بس، يعني المستوى الاجتماعي كل ما بيقل بيبتدي البني ادم الاكلات اللي بتتقلى اكتر، بتنجان، فول، طعميه، اللي هي بتستهلك مثلا حاجه زي الزيت اكتر من، في حين ان استخدامه من السكر ما بيبقاش عالي. لكن انا مجبر ان انا كل شهر اخد سكر، او ينزلوا لي زيت، او الرز مش عارف ايه، او الرز الفلبيني اللي بيتساب. لا طيب. انا مش هاخد الكلام ده كله. احنا في نقطه ثانيه، ده الجزء دوت، ده الخاص بالتموين. العيش، الخبز، نفس الشيء. احنا لينا مثلا عدد البوينتس، هتروح في اي مكان هيحط الكارت، ده قريب من الكارت كده. هو بنفس الكارت هيروح وهياخد الخبز بتاعه، مش شرط من المخبز المتعاقد مع وزاره التربيه، وزاره التموين، لا ده من اي مخبز. لو تحت بيته عايز ياخد الرغيف ابو نص جنيه هياخده، هيدفع الشيلن اللي هو بيدفعه حاليا، وهياخد التموين بتاعه، زي هياخد العيش بتاعه اللي هو عايزه خالص. لو رغيف بنص جنيه، رغيف بربع جنيه، الحكومه مالهاش دعوه. لكن هي كل اللي خلص هتضمنه النسبه المضمونه له من الحكومه، وفي النهايه الفائض يرجع له يعني هو بشكل كده او كده باخر، موجود. والباقي يدفع هو ثمنه هو. مش بس كده، انا ممكن اشحن البطاقه بتاعتي نتيجه تعاوني مع الحكومه عن طريق ترشيد استخدام الكهرباء مثلا. ازاي؟ انا الكهرباء متقسمه شرايح، تمام. الشرايح اللي متقسمه في الكهرباء ديت طبقا للدعم اللي هي بتحطه على الكيلو وات. فاحنا بنتكلم مثلا الارقام، يعني تقريبا لو احنا بنتكلم في دعم مثلا 150 جنيه في الشريحه الثالثه، لو في الشريحه الثانيه هيبقى الدعم 50 جنيه، الشريحه الاولى 19 جنيه. فانا بتكلم مثلا لو نزلت من الشريحه الثالثه للشريحه الثانيه، انا هوفر للحكومه دعم تدعمه لي لشقه واحده بس حوالي 100 جنيه. انا هدي لك 20% من ال 100 جنيه دي، يعني هدي لك 20 جنيه بوينتس تضاف ليك على ده، غير ان انت كده كده هتوفر في فاتوره الكهرباء. وانا يعني هاتيح ليك ازاي ان انت تقدر توفر في الكهرباء وتقدر ترشد في الاستهلاك ده. بالنسبه للشرايح الثالثه او الرابعه والخامسه، دي شرايح اصلا كثيفه الاستهلاك، ما ينفعش ان انا ادعمها، او ان انا اظل ان انا ادعمها لغايه دلوقتي. حرام. مصانع مش بس مصانع، ده داخل فيها حتى بيوت. يعني انا بتكلم مثلا 5 6 تكييفات في البيت. بالظبط كده، يعني حرام. يعني انا ليه؟ انا عندي مواطن تاني انا بدعمه عنده مروحه في البيت، لما باجي بقطع النور انا بقطع النور على ابو مروحه وابو تكييف. انت عندك تكييفات بتستخدمها وانت السبب الاساسي في ان الشبكه عاجزه. آلية التنفيذ يا باشمهندس تبقى بالكارت زي ما احنا عملناها في الخبز، ولا تبقى الكروت الذكيه؟ الفرق بينه بقى ما بين الكروت الذكيه، نفس الكارت بتاع بطاقه الدعم هيخش عليه البوينتس، بس هي الفكره، بس دي بقى من غير ما تحطي الكارت عشان تاخدي البوينتس، لا هي دي اوتوماتيك بيخش من وزاره الكهرباء، لان انا بتكلم على دوله. يعني الكهرباء هنا هتاخد كل 3 اشهر التنفيذ وسنه انا بتكلم مثلا التنفيذ. بس الكلام ده في ايه برضه؟ عشان في احنا شعب مصري بيحب البرمجه شويه يعني، فعشان ما ينزلش بقى ايه، يجي يطلع مثلا ايه، احنا الشهر دوت هنطلع في الشريحه الثالثه، وبعدين الشهر اللي بعده ننزل في الشريحه الثانيه، وبعدين بقى نطلع تاني في الثالثه، وبعدين ننزل في الثانيه، بحيث ان انا كل شهر الدنيا تثبت. لا الثانيه تثبت لي عليها 3 اشهر. لو ثبت لي 3 اشهر عليها هتاخد البوينتس اللي انت بتاخدها 20% عن كل شهر. يعني هتاخد 60 جنيه عن ال3 اشهر مره واحده. هم ال 300 جنيه اللي انا وفرتهم. بالظبط كده، 300 جنيه اللي انت وفرتهم هتاخد منهم 60 جنيه، والدوله تبقى مستفيده بال 260. وغير كده وفرت طاقه. بالظبط كده، وده غير الفاتوره اللي انت بتدفع. يعني. بالظبط كده. عن طريق برضو الترشيد احنا بنتكلم عن طريق السخانات، بنتكلم عن طريق مثلا سخانات كميات رهيبه بتسحب كهرباء عاليه جدا، وهي تعتبر اكتر اجهزه بتستخدم الكهرباء او استهلاكها في الكهرباء في البيت، سخان، الغساله والثلاجه. لو احنا قدرنا نستغنى عن السخان دوت، احنا وفرنا كم كبير جدا من الكهرباء، وده عن طريق السخانات الشمسيه مثلا، وفي حلول بقى كتيره كده يعني. طيب المواطن مهيأ انه يقدر يستعمل اللي حضرتك بتقول؟ احنا قابلنا مشاكل كتيره جدا في استعمال المواطن لمساله الكروت الذكيه، فهل حملات التوعيه او توصيل الفكره في حد ذاتها؟ والناس عندها حساسيه من الكروت. يعني هل المواطن هيبقى مهيأ لاستقبال الفكره وتنفيذها وتطبيقها؟ في نقطه مهمه جدا بالنسبه للكروت. هو دلوقتي اوريدي بيروح يجيب التموين بتاعه بالكارت، وهو دلوقتي اوريدي
احنا شغالين على مدن القناه في المنظومه الجديده في الخبز بيروح يشتري بالكروت، ولكن فيها انت ما تقدرش برضو يعني مش هتحسم 100% ان انت توقف، لكن انت دايما بتقلل نسبه الهدر او نسبه السرقه اللي بتحصل. لو انت جيت تشتغل بنفس النظام ده كده هتلاقي ان عندك مشكله كبيره جدا في الست الغلبانه ام محمد اللي قاعده في بيتها لوحدها وجوزها ميت وما عندهاش حد ينزل يجيبه ومش قادره تنزل تجيب. دي مشكله، ودي احنا اقترحنا ليها حل عن طريق توظيف الشباب. توظيف الشباب، العربات اللي في ناس كتيره ضحكت وقالت المشير هيخلي الناس تنزل في الطبقات الوسطى والطبقات الدنيا. احنا شعب الناس الشباب فيه بيحب يمتلك مشروعه بنفسه. هشتغل بعربات وهوفر لها الدعم من الحكومه ان هو يقدر يشتري العربيه ويسد ثمنها عن طريق اتاحه العربه ديت انها تبقى سوق متكامل زي مشروع شباب الخريجين كده. بالظبط كده. انا هديها له بدعم، هيسد ثمنها من المكسب بتاعه، وهيبتدي هيبقى عنده طبعا. انا مثلا هاجي هقول انا للحكومه يا جماعه انا مش هقدر مثلا ان انا انزل اجيب انا، فهبتدي ان انا اخد منه او هوصل له العربيات السيارات ديت لغايه البيت عنده، هتوصل له المنتجات اللي هو عايزها زي ما هو عايز، سواء خبز او ايا ما كان. ده جزء كبير لتشغيل الشباب، هيقدر ان هو يكسب بس بالدوله. طب يوصل احسن ولا اعمل له سوق اقدر ان العربيات دي تبقى موجوده فيه؟ سوق متحرك. ما هو السوق متحرك وانا بتكلم في حل قضيه أنا عايز المرور أوصل وقضاء المرور already والكلام ده كله. انا عايز اوصله لام حضرتك عندك محمد. السوبر ماركت اعتقد انا عايز already اوصله موجود. لام محمد اللي في الكفر الفلاني اللي في اللي القريه مش- الفلانيه عجوزة مش قادرة اللي تنزل. مش قادره تتحرك. ودي مشكله الناس دلوقتي مع منظومه الخبز الجديده، ان انا مش قادر انزل، وبعدين في نفس الوقت انا برضه انا كده انا بقى في طابور مش مهندس، حضرتك بتشتغل ايه؟ انا خلينا نعرفك عامل أكتر مشروع. وعندك كام سنه؟ أنا- في حاجه بس عشان اسيبك اتفضل. تكمل فكرتك كامله. اتفضل. دايما بنقول اللي بيفكر او بيبتكر او بيخترع بيبقى شعره منكوش، لبسه مبهدل. انتوا غيرتوا لنا وجهه النظر دي. خلينا نعرفك اكتر، يعني منين جبت الجراء؟ يعني ما احبطتش وقلت لا انا مش هروح، الناس دي مش هتنفذ؟ مجرد من وانت بتفكر في الفكره ما قلتش انا هفكر واتعب نفسي ليه؟ ما هي مش هتتنفذ. ايه اللي اداك الحافز ان انت تروح وتشارك في فكرتي وفي نفس الوقت انها هتتنفذ؟ اسئله الحلوة. كتير وتبقى مصر حلوه بيك مصر يعني. الحلوه الحافز. يعني هي لا انا مصر حابه ان هو حلوة اللي يقول كده ده. كده. اصل دايما يقولوا الشباب محبط، الشباب محبط. ما الشباب زي الفل اهو. يعني انا فعلا يعني هي فعلا مصر حلوه، بس مصر حلوه بناسها، ويمكن دي الكلمه دايما اللي انتوا سيادة ناسها. المشير احنا كلنا انتوا ناسها. احنا كلنا مش الشباب بس او لا، مش انتوا الفئه الأمل العمريه يعني. ما هو اصل في نقطه احنا برضو الفئه العمريه اللي احنا بنتكلم فيها، يعني مثلا انا عندي 34 سنه تمام. كان في الناس اللي مشارك بتتكلم 16 سنه. بالظبط كده. في ناس 36، في ناس عشرينات، من كل الفئات العمريه. الموقع لما بنسجل عليه الفكره ما اشترطش ان ده يبقى مسلم او مسيحي او اخواني او سلفي. اي حد عايز يحط فكرته بيحط، لكن الرك في الاول وفي الاخر على مسطره التقييم الواحده اللي هتبقى ماشيه. نرجع تاني نقول ان كان الاساس او اللي ساعد على المشاركه ديت، او اللي خلاني ان انا ادي الضمانه ان انا اشارك، او ان في امل انها ممكن تتحقق، بغض النظر ان انا كنت شخصيا يعني انت عندك مشروع، عندي قول لنا ايه مشكلة. مشروعك بقى؟ قبل المشروع انا اللي خلاني اشارك اختيار المشير لدكتور حازم، شخصيه محترمه. دكتور حازم عبد العظيم الناس اللي مع دكتور حازم ناس محترمه، اللي هو امين لجنه الشباب. امين لجنه الشباب، ناس محترمه جدا. ده اداني ثقه اولا، وبعدين الحاجه الثانيه انا قلت اجرب مش هخسر حاجه، يعني اكيد انا بدي الموضوع دوت حتى لو هياخده هيقراه دكتور حازم مش هيحصل مشكله يعني. وفعلا اتاخدوا، وانا فوجئت ان لقيت استاذ بيتصل بيا، الو انا استاذ محمد الصرافي من حمله المشير السيسي، حضرتك نجحت في التصفيات الاوليه وعايزينك يوم الاثنين الساعه 2 عشان المؤتمر الصحفي، عشان هنبتدي بعد كده نروح جامعه المستقبل عشان نبتدي التقييم. عن نفسي انا شخصيا انا واحد عادي جدا من دمنهور، مش من القاهره، يعني من المحافظات. خريج كليه زراعه، ثانويه عامه عاديه جدا. خدت دروس في بعض المواد ومواد تانية عشان ضيق حال الوالد ما كنتش باخد فيها دروس. طلعت واشتغلت، اتجوزت. عندي بنتين وعندي ولد لسه 9 شهور. بنتي حضرتك متزوج كمان؟ متزوج وعندي بنتين. تحياتنا لاسرتك ولزوجتك ولاولادك بجد يعني. طبعا انا خارج اطار الدوله، ماليش لا تامين صحي ولا ليا شغل ولا ليا وظيفه، عديت ال 30 سنه خلاص. وهنا في الدوله اللي بيعدي 30 سنه هو خلاص، هو كده البلد مالهاش علاقه بيك، خلاص هو كده عدى خلاص. اشتغلت، سافرت الامارات. ده في اللي فات. رجعت، ده في اللي اللي فات. جاي لا.
وده اللي احنا نتمناه، وده ثقتنا في الله ثم في المشير السيسي ان شاء الله ان هو يعمله. فتحت مشروع انا وزوجتي وبندروه، بنعمل اكلات جاهزه، بنعمل رواق وبنبيعوه، والحمد لله بنسوق الحمد لله كويس جدا، وبنكسب منه كويس. يعني انا انسان عادي جدا، مفيش اي حاجه تفرقني عن اي حد. لكن بالرغم من كل ده عندك مشروعك، ربنا كرمك الحمد لله ومتزوج وعندك ابناء، ما قلتش خلاص انا اتجوزت مشروع وعندي بيت والدنيا تمام وتخرج وتخرجت؟ لكن بالرغم من كل ده انت فكرت في الفكره وكنت بتدرسها، يعني الفكره كانت جاهزه، مجرد ما هم عرضوا ان احنا عندنا مشروع فكرتي ده حضرتك بعت وارسلته. قعدت. كان ايه اللي محفزك في الوقت ده برغم ان احنا 3 سنين يعني يقال ان الشباب محبط، الشباب بعيد، ايه اللي حفزك ان انت تشتغل على المشروع برغم ما كانش في قدامك بديله امل انه يتنفذ؟ الحقيقه يعني بكل بساطه ان انا اشتغلت على الموضوع دوت. في الاول وفي الاخر قلت يمكن ربنا ينفع بيه الناس، ويمكن انا عملت صلاه استخاره قبل ما نعمل، قلت يا رب لو الموضوع دوت ممكن ينفع الناس ربنا يمشيه، يجعل فيه الخير. قبل ما كنت تشتغل فيه كده انت بتشتغل فيه في المطلق، يعني مش كده. عندك جهه توديه. وابتديت ان انا احط الكلام ده في الوورد، ابتديت ان انا اعمله في الباوربوينت، استعديت عليه وبعته وجهزت ورقي وعملت اللي عليا، ربنا كرم والحمد لله الحمد لله. باشمهندس احمد انت منورنا ومستمر معانا ان شاء الله، ولكن جاي لنا كتير على الفيسبوك تعليقات بتطلب ان احنا نسمع مع حضراتكم كلمه سياده المشير عبد الفتاح السيسي مره ثانيه. هنطلع معاكم مع المهندس احمد وفكرتي والشباب والامل ومصر الحلوه، وهنشوف كلمه المشير ونرجع مع حضراتكم تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. شعب مصر العظيم، ايها الشعب الابي الكريم، اسمحوا لي ان انا أتوجه إليكم جميعا بكل التحية والتقدير والاحترام. اسمحوا لي أن أنا أتكلم معاكم كمواطن مصري، وبغض النظر تماما على أننا مرشح لانتخابات الرئاسة. مصر دلوقتي بتمر بلحظة فارقة في تاريخها، ومصر كمان بتدعونا جميعا ان احنا نتحرك بكل قوة وبكل فاعلية وبكل تجرد عشان نحميها ونحمي مستقبلها. الحقيقة المصريين في الخارج قدموا مثل رائع جدا، والدنيا كلها كانت بتتفرج عليهم وهم يعني بيتحركوا في كل دولة تقريبا عشان يدلوا بأصواتهم في الانتخابات. المظهر ده والشكل الرائع ده ادى صورة قوية جدا في الخارج وكمان في الداخل هنا، ان في إرادة للمصريين، وان المصريين بيعبروا عن إرادتهم وبيتحركوا عشان ينفذوا هذه الإرادة. احنا اتكلمنا كتير خلال الفترة اللي فاتت عن أهمية ان احنا ننهي خارطة الطريق بشكل مش جيد، بشكل هايل، عشان ندي رسالة قوية جدا للداخل والخارج. بقولها مرة تانية، نزول المصريين جميعا عشان يدلوا بأصواتهم في الانتخابات هتبقى رسالة قوية وتعبير حقيقي عن إرادة هذا الشعب اللي لما بيعوز يعمل حاجة بيعملها. ثورة واتنين كمان أكدت إرادته وأكدت قدرته على أنه هو بيعمل المستحيل. عشان كده اسمحوا لي أن أنا أتوجه إليكم جميعا، لكل المصريين، يعني المرأة المصرية
المرأة المصرية اللي أكدت إنها بنت الوطنية المصرية. اسمحي لي إن أنا أطلب منك، زوجة كنت أو ابنة أو أخت، إنك تتحركي عشان تأكدي ده مرة تانية أمام صندوق الانتخابات. كمان الشباب، شباب مصر، شباب مصر القوة، شباب مصر الأمل القادر على صناعة المستقبل. أنا بطلب منه إنه ينزل ويدلي بصوته، بغض النظر هو عايز يعطي صوته لمين. في النهاية أنا بكلم كل مصري ومصرية، هو فين، هو مين، هو ديانته ايه، توجهاته ايه، انتمائه ايه، مش مهم. المهم انه في حاجة بتجمعنا كلنا، هي حبنا لبلدنا وخوفنا عليها واستعدادنا ان احنا نضحي عشانها. فالوقت اللي احنا فيه ده هو وقت التحرك لكل المصريين. مش هيبقى كفاية ابدا عدد، ابدا كل المصريين، عندنا عدد ضخم جدا له حق الانتخاب، فوق 50 مليون. مش معقول. كان في ناس بتكلمني وبتقول لي يعني في تحديات في الداخل والخارج، كنت برد عليهم بقول لهم صندوق الانتخابات. فيسألوا يعني الدلالة بتاع ده ايه؟ الدلالة بتاعت صندوق الانتخابات ان في اجماع وطني قوي وواسع جدا على مستوى الدولة، على مستوى الجمهورية. ده بينعكس على قوة القادم، سواء كان في التحرك في الداخل هنا أو كان التحرك عشان الخارج. أرجو أن يكون رسالتي البسيطة ديت تكون وصلت ليكم. يعني من فضلكم كلكم، مهما كانت يعني دول يومين فقط بيتبني فيهم وبيترسم فيهم مستقبل مصر، والتاريخ بيكتب وبيسجل احنا بنعمل ايه لبلدنا. انا متأكد ان اجهزة الدولة هتعمل بكل قوة عشان توفر الامن والامان. الجيش والشرطة هتبذل كل الجهود، انا متأكد، زي ما عملوا قبل كده، ومتهيألي اكتر كمان خلال المرحلة ديت. انا في الاخر بقول يا رب ولي من يصلح شأن مصر. يا رب احفظ مصر، يا رب احفظ مصر، يا رب احفظ مصر. تحيا مصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحيا مصر ونزول المصريين هو الرسالة الحقيقية والضامنة والتعبير الحقيقي عن إرادة هذا الشعب. وبناء على طلب مشاهدي مصر الحلوة عدنا لحضراتكم كلمة المشير السيسي، وهي الكلمة الأخيرة قبل بدء الصمت الانتخابي. ونرجع للمهندس أحمد سعيد أحد شباب مبادرة فكرتي. باشمهندس، قبل الفاصل كنا بنتكلم عن الفكرة ووصلنا تقريبا الفكرة شكلها إزاي على أرض الواقع، لكن سؤالي آلية التنفيذ أو الضمانة الحقيقية لتنفيذ الفكرة ده من ناحية، ومن الناحية التانية كان في 10 مشروعات زي ما حضرتك كنت بتتكلم موجودين. هل كان في عوامل مشتركة بين بعض المشروعات الأخرى اللي تقدر تتكامل مع فكرتك؟ أعتقد جدا إن معظم المشاريع أو يعني أو الكاتيجوري اللي موجودة
احنا بنتكلم في كلها لو احنا حطيناها مع بعض كده هي دي مشاكل مصر، او جزء من حلول مشاكل مصر بواقعيه على ارض الواقع. كلها لازم هيبقى في تكامل ما بينهم. انا في جزء من عندي اللي انا بتكلم فيه ان انت القمامه والفصل من المنبع اللي هم بيعملوه والناس مش مشاركه فيه والكلام ده كله، ازاي ان انا اقدر احفز المواطن ان هو يفصل لي من المنبع، لان انا هديله فلوس على الزباله، انا هشتري منه الزباله بتاعته بدل ما ترميها في الشارع ويجي سوسو وبيسو وكان ينبشوها في الشارع ويبوظوها ويبوظوا الدنيا والمحافظه تقول ده احنا عملنا وخلينا وسوينا. لا، انا هخلي حضرتك شاب محترم جدا مع عربيه محترمه جدا تبع مشاريع تشغيل الشباب، هيروح ياخدها من حضرتك من باب البيت وهيدي لك الاكياس وهيدي لك صندوق القمامه اللي هو حافز للمساله. بالظبط. طيب ضمان تنفيذ المشروع على الارض يا باشمهندس، يعني انت ضمان. شايفه ان انت كل ما بتشوف المشير وبيتكلم في المرتين حقيقي كنت بشوف بشاشه على وجه حضرتك. انا الضمانه عندي الوحيده بعد ثقتي في الله ثقتي في المشير. يمكن انا الفكره بتاعتي قد تكون كويسه او تكون جزء من حاجه تانية فكره اكبر. يعني انا اللي انا متاكد منه ان اكيد يعني المشير السيسي مش مستني الفكره بتاعتي او مستني فكره فلان، او ان هو خلاص هو ما كانش عارف يحل المشكله ديت لغايه ما انا جيت. اكيد لا. لكن بس جزء من الحل. اكيد جزء من فكرتك الحل جزء من قد يكون الفكره اللي انا اديتها او البعض او اللي زملائي ادوها. الناس فكرت وتعبت وشافت وكتبت، وما اعتقدش ابدا ان ممكن ان المشير السيسي يكسر بخاطر الناس دي كلها، او مش خاطر بقى، او ما يستفدش من الافكار دي كلها، او ما يراعيش الشباب اللي ابتدت تشتغل في حاجه زي ديت. احنا ممكن نكون نواه. دكتور حازم عبد العظيم بيتكلم ان هو مكمل في المشروع، احنا ما نعرفوش بكره هيبقى عامل ازاي، لكن احنا مكملين في المشروع. هنبتدي هنعمل الجروب بتاعنا وهنشوف الدنيا ممكن تمشي ازاي وهنحاول. احنا بنتكلم، انا مشكله عندي مثلا الداتا دي مهمه جدا. مشروع مثلا زي بتاع ايسم صلاح بيشتغل على التامين الصحي، برضه نفس المشكله في الداتا. والداتا اللي احنا بنتكلم فيها مش داتا سهله، دي داتا امن قومي، فلازم يبقى فيه جزء حكومي. لازم نتخطى البيروقراطيه اللي موجوده، ان احنا نقدر نتيح فرصه ليا وللشباب اللي موجودين دول ان احنا نقدر نساعد مصر، وان مصر كمان في نفس الوقت تساعد. انا عايزاك تساعد مصر برضو، لكن بطريقه تانية، انك كلمه تقولها للشباب اللي بيسمعنا النهارده في مصر الحلوه. تقول لهم ايه عن اليوم 26 و27 القادمين؟ دي هتكون كلمه اخيره يا باشمهندس احمد معانا النهارده. اتفضلي. اتفضل. انا يوم 26 و27 انا مش هقول لحد ان هو هينزل عشان يدي للسيسي او يدي الحمدين. هو اللي هينزل هيدي صوته لمصر اي مكان، حتى لو هيبطل صوته، لكن هو نازل يدي صوته لمصر. مصر محتاجه صوت كل واحد، زي ما مصر كانت محتاجه كل واحد ينزل من بيته. الناس اللي نزلت بالكنب والناس اللي نزلت افواج، ناس غير معدوده يوم 30/6. احنا محتاجين الناس دي تنزل كده. في ناس كتيره هتعتمد وناس هتقوم فكره ان احنا خلاص الانتخابات محسومه، احنا ننزل ليه؟ كل صوت هيفرق. مش هيفرق مع المشير السيسي لانه ان شاء الله كده كده ناجح، لكن هيفرق مع مصر. احنا عايزين عدد ينزل عشان نقول احنا المصريين احنا عملنا، محدش يجي يزايد علينا ابدا. صوتك لمصر. بشكر ضيفنا المهندس أحمد سعيد صاحب فكرة ترشيد استخدام الكهرباء وكمان مشكلة الدعم. مشاهدينا حلقتنا معاكم مستمرة، ولكن كلها في حب مصر النهاردة، ويا بخت اللي يحبوا المصريين. هنكون مع حضراتكم والمستشار طارق حسن صاحب الحملة أو عضو الحملة الشعبية لدعم المشير السيسي. خليكم معنا بعد الفاصل وهنشوف مصر حلوة.